ملك توقعات البوندسليغا التونسية. باش تعرف على الأقل إنه باش نعطيك 5 ماتشات صحاح عينيك مغمضة. الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري تعادل 1-1. المقابلة الأولانية باش تكون ما بين شبيبة القيروان والترجي الرياضي التونسي، والمقابلة ذي باش توفى بنتيجة فوز الترجي الرياضي التونسي 1-0. المقابلة الثانية باش تكون ما بين اتحاد بن قردين والنجم الرياضي الساحلي، مقابلة صعيبة لكن نتوقع انه اول 3 نقاط للنجم الرياضي الساحلي 2-1. بعده نتعداو لمقابلة مستقبل سليماني وين باش يواصل السلسلة السلبية متاعو، ثالث هزيمة على التوالي 1-0 امام الملعب التونسي. ندخلوا توا لمقابلات يوم الجمعة. أول مقابلة باش تكون ما بين مستقبل جابس ومستقبل المرسى اللي باش تنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. بعد نحكيو على مقابلة اللي متوقع باش تكون الأمتع في الجولة الثانية من البوندسليغا التونسية، المتصدر النادي الإفريقي أمام المتصدر الثاني واللي هو الترجي الجرجيسي، والمقابلة ذي باش توفى بنتيجة التعادل 1-1. بعده نحكيو على شبيبة العمران والنادي الرياضي البنزرتي. شبيبة العمران بدا الموسم بانتصار امام النجم الرياضي الساحلي، والمقابلة الثانية انهزم امام الترجي الجرجيسي. النادي البنزرتي اتعادل في 2 مقابلات، هذاك علاش التوقع نتاعي للمقابلة ذي واللي هي التعادل السلبي. نمشيو بعد للمقابلة السابعة اللي باش تجمع النجم المتلوي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي ما عادش عنده زاد حتى خيار اخر غير الانتصار، خاصة بعد الهزيمة في المقابلة الأولانية والتعادل في المقابلة الثانية اللي باش يخلي النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة ذي الصعيبة أمام النجم المتلوي باش يفوز بصعوبة 1-0. وآخر مقابلة عنا في الجولة اللي باش تكون ما بين الاتحاد الرياضي المنستيري والأولمبي الباجي، مقابلة زادة صعيبة بما أني في البطولة التونسية الاتحاد الرياضي المنستيري باش يحسمها بصعوبة 2-1. هذه كانت التوقعات متاعي للجولة الثالثة من البطولة التونسية. النجم الرياضي الساحلي باش ينتصر أمام اتحاد بن قردين 2-1. الترجي الرياضي التونسي باش ينتصر أمام شبيبة القيروان 1-0. الملعب التونسي زاد كيف من نفس النتيجة باش ينتصر 1-0 امام مستقبل سليمان. مستقبل جابس امام مستقبل المرسى 1-1. النادي الافريقي امام ترجي الجرجيسي 1-1. شبيبة العمران والنادي الرياضي البنزرتي التعادل السلبي. النادي الرياضي الصفاقسي باش يفوز على النجم المتلوي 1-0. والاتحاد الرياضي المنستيري باش يفوز امام الاولمبي الباجي 2-1. هذه كانت التوقعات نتاعي للجوله الثالثه من البطوله التونسيه. اهم حاجه انتم اكتبوا لنا التوقعات نتاعكم للجوله الثالثه، شنو هي المقابله اللي تحسوا فيها باش تكون سوربريز في الجوله الثالثه.